بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدنا ويشوفنا يكون معنا الطالبة هاجر حمادة بنت محافظة الفيوم، والتي بهرت علماء الأزهر مؤخرا بصوتها في الإنشاد الديني ولقبوها بالمنشدة المعجزة. كلمينا عن بدايتك مع الإنشاد الديني ودعم الأسرة لك في هذا المجال. أنا بدأت الإنشاد الديني من سن لسه صغير. في المرحلة الابتدائية كنت بحب أطلع في الإذاعة المدرسية دايما، وكنت متمسكة جدا بمجال الإنشاد الديني، وكان صحابي بيدعموني إن أنا أكمل في مجال الإنشاد الديني والمدرسين في المدرسة، ودور أسرتي في المنزل كانوا بيدعموني إن أنا أكمل، وكانوا دايما يحبوا يسمعوا صوتي في الإنشاد الديني. طب هل تم تكريمك في الفترة السابقة؟ أيوة، عدة مرات. في أحد المنشدين تأثرت بيه؟ منشدين كتير قوي، كبار المنشدين كنت بحب اسمع ليهم وكده، كنت باخدهم قدوه ليا. طيب بقى عايزين نستمتع بجزء من صوتك العذب في الانشاد الديني. يا ابرار يا ابرار صلوا على المختار سيدنا محمد اللي ليه الكون بيشهد هو نور عيني، بالصلوات تنزل البركات والنور منانا، لو ذكرنا الهادي ياما صلوا عالزيني. يا أبرار صلوا على المختار سيدنا محمد اللي ليه الكون بيشهد هو نور عيني، بالصلوات تنزل البركات والنور منانا، لو ذكرنا الهادي ياما صلوا عالزيني. انت جاهي عز وكاني والحبيب وما فيش حبيب تاني، انت ليا كل اوطاني عمري وسنيني. انت جاهي عز وكاني والحبيب وما فيش حبيب تاني، انت ليا كل اوطاني عمري وسنيني. قلبي روح مهما كان مجروح للقبة الخضراء اللي ساكن فيها ابو الزهرة، نظرة ترضيني. يا محبين صلوا على ياسين ده الغالي والله، نفسي اصلى انا في المصلى شوقي وحنيني. يا ابرار صلوا على المختار سيدنا محمد اللي ليه الكون بيشهد هو نور عيني. طب طموحاتك بقى في الفترة القادمة؟ انا عايزه اكمل في مجال الانشاد الديني ده، وايوه بيجي لي دعم كبير قوي ان انا اكمل في المجال ده واستمر، بس انا طموحاتي ان انا اكون من اكبر المنشدين في الوطن العربي. طب رسالة تقولها للشباب بقى لحفظ القرآن الكريم؟ احب ان انا اقول لكم ان انتوا اهتموا في مجال الانشاد الديني ده وحفظ القرآن الكريم من صغر سنكم، عشان تتبعوا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وتكونوا قدوة لغيركم.